عارف هتقولوا ايه. عنوان الحلقه ممكن يكون مستفز لبعض الناس، ممكن يكون ناس كتير جدا مختلفه معايا يعني ايه كايسيدو افضل لاعب في البريمير ليج، ولكن ده مش موضوع الحلقه الوحيد. هو الحلقه دي مقسمه الى 5 اقسام بعد ما خلصنا اول 3 جولات في الدوري اللي هو موسم 2025 2026 ودلوقتي في الانترناشونال بريك. فقلت ما تيجوا كده نبص على انطباعات اوليه على الدوري. يعني مثلا زي ما بقول لكم الحلقه مقسمه الى 5 اقسام، فالخمس اقسام دول افضل فريق حتى الان، اكتر فريق احبطني بشكل كبير جدا او كنت متوقع منه افضل من كده بكتير، افضل لاعب في الدوري حتى الان، اكتر لاعب انا شايف ان هو احبطني او كنت مستني منه افضل من كده بكتير، واخيرا اكتر لاعب انا بالنسبه لي حاسه ان هو اندر ريتد. في بعض الاقسام دي انا شايف ان الاختيار بتاعي سهل جدا ورايي فيه واضح جدا، وفي بعض الاقسام التانية انا شايف ان لا فيها كلام وتعالوا نتناقش وانا نفسي محتار، فجاي اطرح عليكم الاسئله دي وتقولوا لي رايكم تحت في الكومنتات. فان شاء الله الحلقه تعجبكم، ودي حلقه عايز اثبتها كل شويه كده في كل انترناشونال بريك، كل ما ناخد فتره اجازه كده نشوف حتى الان في الدوري الانجليزي الكلام ماشي على ايه، عشان نشوف على اخر الموسم لو فعلا الانطباعات بتاعتنا دي قعدت تتغير كتير ولا فضلت ثابته على مدار الموسم وهكذا. بس ما تنسوش كالعاده لو بتحبوا الانواع دي من الحلقات تقولوا لي تحت في الكومنتات، تكتبوا لي انواع حلقات تانية تحبوا تشوفوها الفتره اللي جايه، وتعملوا لايك وشير وسبسكرايب. الحاجات دي حقيقي بتساعد وبتحمس الواحد ان هو يكمل. طيب تعالوا نبدا نتكلم على افضل فريق في الدوري حتى الان. ليه عايز ابدا بالموضوع ده؟ لان الموضوع ده واضح جدا بالنسبه لي، والاجابه بتاعتي بكل وضوح هو ارسنال. ليفربول وارسنال لعبوا بعض وليفربول كسب الماتش، وليفربول حاليا 9 نقط وارسنال بس 6 نقط، ولكن انا ما زلت شايف ان ارسنال هو المرشح الاقوى للفوز بالدوري، وبعد حتى اول 3 جولات ما زلت مقتنع بكده، ويمكن زاد اقتناعي اكتر واكتر. عجبني قوي كلام ارتيتا وارني سلوت بعد الماتش بتاع ليفربول وارسنال ده، وحسيت ان الاثنين بيكملوا بعض في الافكار. يعني انا شفت الانترفيو بتاع ارتيتا الاول وعجبني قوي في كلامه ان هو بيقول ان الماتش ده كان عادي جدا المفروض يخلص تعادل، والماتش كان تكتيكي جدا وصعب جدا على الفرقتين، صعب جدا ان هم يجوا ويستحوذوا على الكوره ويسيطروا على نص الملعب ال 90 دقيقه في الانفيلد، ولكن هم حاولوا يعملوا ده بشكل كبير جدا في اول 60 دقيقه. ما بين الدقيقه 60 ل 80 فقدوا الاستحواذ نوعا ما، وده شيء طبيعي، ولكن ما زالوا كانوا مسيطرين على اجواء الماتش هم وليفربول، وادى ليفربول حقه على فكره. انا عاده مش بحب ارتيتا في الانترفيوز، بس هو بصراحه اداهم حقهم. وبعدين قال لك بقى في نوعيه الماتشات دي يا اما بتخلص بتعادل، يا اما لو فريق كسب بيبقى لسببين. اول سبب هو ان يحصل خطا فردي مش خطا منظومي، لعيب يسرح، لعيب يقلش الكوره، اي حاجه ممكن تحصل من الحاجات دي، وده ما حصلش في الماتش. السبب الثاني اللي ممكن يفرق هو عبقريه لاعب يعمل الفرق في لحظه جنونيه، وهو ده اللي حصل، وحصل ليفربول عن طريق سوبوسلاي في كوره فري كيك عالميه. انا مختلف مع الناس اللي بيقولوا ان المفروض كان الحارس يصدها رايه، انا مختلف تماما. كوره صعبه جدا جدا جدا، ورايه ناطت معاها وحاول وكان قريب جدا منها كمان، ولكن الكوره ما تتصدش، فهو ده اللي فرق في الماتش. ولكن عموما ارسنال انا شايف ان هو كان كويس جدا، فريق تكتيكي بشكل كبير، فريق لما بيلاعب فرق صغيره بتلعب قدامه بدي بلوك بيعرف ان هو يكسبها ويكسبها سكور كمان، ولما بيلاعب فرق كبيره زي مثلا مانشستر يونايتد قدر ان هم يكسبهم في الاولد ترافورد. حتى هتقول لي مانشستر يونايتد حالته مش كويسه، ولكن في الماتش ده كان مانشستر يونايتد كويس جدا. وفي ماتشات تانية زي ماتش ليفربول في الانفيلد برده كان ممكن يخرج على الاقل بالتعادل، وما كنتش هتقول ان هو ما يستحقهاش. فلما تيجي تشوف بعد اول 3 جولات كده واجي اشوف لغايه اخر الموسم، انا عندي احساس ان هو لا، الفريق الكونسيستنت بشكل اكبر، الفريق اللي ما عندوش عيوب واضحه قوي، فاعتقادي ان هو الفريق اللي هيقدر يكمل للاخر ويكسب الدوري. في حين ليفربول الفريق اللي كسب اول 3 ماتشات عنده منهم نيوكاسل في نيوكاسل وارسنال على ارضه، لا انا شايف عنده عيوب كبيره، عنده مشاكل، المشاكل الدفاعيه عنده في التحولات حاجه غير طبيعيه. في ماتش ارسنال كان مسيطر بشكل كبير جدا وقدر ان هو يحاول يحجم من الفرص دي خالص، ولكن السؤال الاهم بعد ما فريمبونج يرجع من الاصابه ويرجع تاني يلعب ناحيه اليمين ويكون بيقدم بشكل الجنون بتاعه ده، التحولات هيبقى شكلها عامل ازاي، والخطوره اللي على ليفربول هيبقى شكلها عامل ازاي، وقدرتهم على التعامل مع الهفوات هيبقى شكلها عامل ازاي، مش عارف. فبدايه خرافيه ليفربول بكل تاكيد، ولكن انا ما زلت شايف ان الفريق الافضل كان ارسنال بصراحه. اكتر فريق انا شايف ان هو فاجئني بشكل كبير جدا، دي كنت محتار فيها شويه. يعني في الاول كتبت سيتي وبعد كده قلت لا استون فيلا بصراحه، وفي الاخر استقريت على استون فيلا. سريعا جدا ليه قلت السيتي؟ لان انا شايف انا كنت متوقع ان بعد الموسم الكارثي اللي هم عملوه السنه اللي فاتت ده ان هم هيعملوا كامباك قويه جدا الموسم ده، مش لسبب معين غير ان انا مقتنع ان جوارديولا
فيلسوف ومدرب عبقري وهيلاقي طريقه. يعني انا مش عارف، بس اكيد جوارديولا عارف، اكيد جوارديولا هيتصرف، اكيد جوارديولا هيطلع بفكره بطريقه تناسب فرقته الحاليه بحيث انه يرجع تاني يسيطر على انجلترا. مش هقول لك ان هو يكسب الدوري، لان برضه كنت في بدايه الموسم متوقع ان ارسنال هيكسب الدوري، ولكن كنت متوقع منافسه شديده من السيتي ويكون بيعمل حاجه قويه جدا في الشامبيونز ليج، ويكون لغايه مثلا 5 أو 6 جولات من نهايه الدوري يكون في الصوره ويكون قريب ان هو يكسب الدوري، وفي الاخر ممكن يفنش تاني او تالت ايا كان. ولكن بعد اول 3 جولات الكلام ده واضح ان هو مش هيحصل. خسارتين، واحده قدام توتنهام واحده قدام برايتون، في الماتشين يستحق ان هو يخسر كمان، تديك انطباع ان السيتي مش تمام خالص. وما زالت المشاكل اللي عنده حته ان اللعيبه ما تحسش ان هي عندها الحميه ان هي تلعب، الدوافع مش موجوده، المشاكل الدفاعيه والتحولات عليهم برضو مصيبه، وحتى ما تحسش ان هم على الجانب الهجومي بيخلقوا فرص كتير خالص. ولكن الفريق بقى اللي ممكن يكون فاجئني بشكل اكبر هو استون فيلا. حاجه كارثيه، اول 3 ماتشات مش بس ما يكسبوش ولا ماتش، دول ما يجيبوش ولا جون. دي بالنسبه لي مفاجاه اكبر. استون فيلا انا توقعت السنه دي وهو مش مشارك في الشامبيونز ليج ان هو يكون مركز اكتر في الدوري، يقدر يعمل مفاجاه ويدخل التوب 5 ويتاهل للشامبيونز ليج السنه اللي جايه. كان عندي توقعات عاليه قوي 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 منه، ما توقعتش في الاخر يعني وانا بحط توقعات النهائيه ما حطوش في التوب 5، ولكن كنت شايف ان هو بيهدد فرق كتير جدا ان هو يدخل على حسابها. لكن من اللي انا شايفه حاليا بدايه كارثيه ليوناي امري. انا شايف ان هي حاجه مصيبه سودة. الفريق مفكك بشكل كبير جدا. كانوا عايزين يجيبوا لوكاس باكويتا والموضوع فشل، في الاخر جابوا اليوت من ليفربول. اليوت مش عارف هيبقى عامل ازاي لما يكون بيلعب اساسي طول الوقت في فريق بينافس بشكل كبير جدا على مراكز اوروبيه. يعني هو لما كان بينزل من على الدكه في ليفربول كنت بشوف ان هو لعيب كويس جدا ولعيب ممتاز وممكن ياخد فرصه، ولكن لما تروح بقى فرقه تانية انت نوعا ما، مش هقول نجم الفريق، بس من نجوم الفريق، من الناس اللي بتبص لك ان انت طب انت هتعمل ايه بقى؟ هل انت تستحق الفلوس اللي دفعت فيك ولا لا؟ لما تبقى عليك الانظار بالشكل ده وتكون بتلعب كل اسبوع وبتلعب 90 دقيقه او على الاقل 75 دقيقه كل ماتش، هل هتبقى قادر تأدي في الليفل ده ولا لا؟ ده اللي هنشوفه. واتكنز طبعا بدايه كارثيه لاي حد بيلعب في الفانتسي، اكيد انا من الناس اللي عندي واتكنز في الفرقه، بدايه وحشه جدا جدا ليه. فبصراحه لما جيت بقى اقارن ما بين السيتي واستون فيلا، لا انا قلت اروح مع استون فيلا، احبطني بشكل اكبر بكتير او فاجئني بشكل اكبر بكتير. تعال بقى نروح لعنوان الحلقه، افضل لاعب في البريمير ليج حتى الان. انا بالنسبه لي هي واضحه ما بين 2، كايسيدو اللي انا اخترته، ولا يعني بحرق لكم خلاص بس يعني انتوا شفتوها من تحت الفيديو، واللعيب الثاني اللي انا بالنسبه لي برده فكرت فيه ده وكان قريب قوي قوي من ان هو يدخل برده يبقى افضل لاعب، هو سوبوسلاي. بصراحه الماتش الاولاني لسوبوسلاي قدام بورنموث لما كسبوا ساعتها 4-2 كان ماتش عادي جدا لسوبوسلاي، مش هقول لك كان وحش بس برده ما كانش عظيم، كان كويس جدا. كان بيلعب الدور اللي سوبوسلاي بيلعبه، حته الضغط العالي، حته ان هو يحاول يساعد الفرقه في البناء نوعا ما، بالذات ان اول ماتش ما كانش موجود جرافنبرش، فكان بيساعد الفرقه بشكل كبير. وممكن اقول ان هو ماتش مثلا 6.5 7 من 10 لسوبوسلاي، عادي جدا، ما توقعتش منه يعني، ما اتفاجئتش ولا اتضايقت ولا انبسطت ولا اي حاجه. لكن الماتش الثاني قدام نيوكاسل في نيوكاسل، في الاجواء اللي كانت عاملاها نيوكاسل، والماتش الثالث قدام ارسنال في ماتش ما بين الاول والثاني على الدوري، اقوى فرقتين بينافسوا على الدوري السنه دي، وسوبوسلاي يلعب رايت باك مكان مش مكانه اصلا ويكون بالتركيز ده، انا شايف ان هي بدايه عظيمه ليه السنه دي. مش بس بدايه عظيمه ليه السنه دي، لا انا شايف ان فريمبونج لما يرجع من الاصابه وبرادلي يكون موجود، هو ممكن يكون بيهددهم ان هو يفضل مكمل هو رايت باك، في حين ان انت طول ما انت عندك في نص الملعب جافن بيرش وماكاليستر وفيرتس، فغالبا لو انت لا عايز تلعب سوبوسلاي بطريقه ما هتلعبه رايت باك، ففريمبونج وبرادلي هيقعدوا على الدكه. انا مش بقول ان ده اللي هيحصل، بس انا بقول لك هو لاعب اسلوب كويس جدا يخليك لو شفته مكمل هو رايت باك ما تستغربش. مش بس في المرحله الهجوميه ومرحله ان انت بناء اللعب، الحاجه اللي هو كويس فيها والضغط العالي وكل الكلام ده، بس هو كمان في حاجات في مركز الرايت باك هو عمره ما لعبها ولكن كان مميز قوي فيها. يعني حاجات مثلا زي التغطيه العكسيه، لما تكون الناحيه الشمال لعيب بيجري وينجر مثلا من عندهم الفرقه اللي انت بتلعب ضدها ويعمل عرضيه وتلاقي سوبوسلاي قاطع ومغطي الناحيه الثانيه وبيقفل على الوينجر الثاني وبيطلع الكوره بره. دي لقطات انا ما توقعتهاش من اي حد، يعني لازم يكون رايت باك ومتمرس في المركز ده، فبدايه حلوه جدا جدا ليه. ولكن بعد كل ده ليه برضه اخترت كايسيدو؟ لان بكل بساطه انا شايف يا جماعه ان كايسيدو هو اهم لاعب لاي فرقه في البريمير ليج حاليا. تعال مثلا نشوف ليفربول، مين اهم لاعب في ليفربول حتى الان الموسم ده؟ هنقول سوبوسلاي، هنقول فان دايك برضه عمل ماتشات حلوه جدا، صلاح ما كانش فورمه قوي بصراحه، ممكن نبقى نعمل عنه فيديو تاني في فتره الانترناشونال بريك دي، ولكن ممكن نقول كده مثلا، ممكن نقول حد فيهم، ممكن نقول ارسنال مثلا ساكا، رايس
ان برضو رايس عمل 3 ماتشات كويسه جدا. السيتي كلهم وحشين، مفيش اي حد ممكن تقول عليه ان هو ما ينفعش يخرج من الملعب. ممكن تقول رودري، بس هو رودري من ساعه الاصابه السنه اللي فاتت وهو لسه ما رجعش مستواه قوي زي ما احنا متعودين عليه. لكن في المرحله الحاليه ما بين كل فرق البريمير ليج، اللعيب اللي فرقته ما تقدرش تستغنى عنه هو كايسيدو بكل بساطه، لان هو الوحيد اللي في الفرقه اللي بيعمل اللي هو بيعمله ده. كايسيدو بيلعب في سيستم قدامه، يعني كايسيدو هو واقف كده في نص الملعب، قدامه انزو بادوار هجوميه صرف تقريبا، واستيفاو، او لو استيفاو هو بيلعب ناحيه اليمين فانت هيبقى عندك خواو بيدرو هنا، والسترايكر هو ديلاب قبل ما ديلاب يتصاب ويطلع. بس حتى لما ديلاب اتصاب وطلع نزل مكانه تايريك جورج هو اللي كمل سترايكر، وكان خواو بيدرو وانزو تحتيه، واستيفاو ناحيه اليمين، وناحيه الشمال بيدرو نيتو. فانت كايسيدو وقدامك 4 لعيبه او 5 بقى بالسترايكر كلهم بيهاجموا، بيعملوا ضغط عالي، بيحاولوا ان هم يقفلوا مساحات، حاجات زي كده، بس انت كل الادوار الدفاعيه عليك انت بس. ومع ذلك، ودي حاجه انا قلتها في فيديو قصير، يعني انا شايف ان تشيلسي هو اقوى فريق منظومه دفاع حتى الان في الدوري الانجليزي بعد اول 3 ماتشات من وجهه نظري انا الشخصيه. لعيب بيقطع كور في كل حته، لعيب اي كوره 50-50 بتاعته. هي ما بقتش 50-50، هي بقت 75 ل 25%. يعني لو انت عملت شويه احصائيات كده او عملت شويه نسب توقعات او مراهنات، لا هو اي كره 50-50 لو فيها كايسيدو تبقى 75-25. بصراحه لعيب مش طبيعي مش طبيعي مش طبيعي، بيلعب 90 دقيقه كل ماتشات، بيجري طول الوقت، حاجه بجد خياليه. انا شايف ان هو لو كمل كده الموسم ده كله، يعني لو كمل بالاسلوب ده وقدر ان احنا نعمل حاجه في الدوري، ننافس على الدوري مثلا، توصل لغايه سيمي فاينل تشامبيونز ليج على الاقل، تعمل اي انجاز مع الموسم اللي بعديه وهو صغير في السن برضه، تبدا تكسب دوري، تكسب تشامبيونز ليج، تعمل اي انجاز كبير بعد ما انت كسبت اوريدي كاس العالم للانديه. يعني لو بدانا نشوف منه شويه انجازات، لا هو بالريت اللي هو ماشي فيه ده هو هيعدي كانتي في الفرقه، يعني في اساطير النادي هو هيعدي كانتي بالمنظر ده. فانا بالنسبه لي شايف ان هو عبقري وافضل لاعب في الدوري حتى الان بكل تاكيد. ولكن برضو لو حد شايف سوبوسلاي، حد شايف اي لعيب تاني، براحتكم، بس انا بالنسبه لي هقول كايسيدو. اكتر لعيب بقى مستواه فاجئني او توقعت منه افضل من كده، اعتقد كلنا ممكن نتفق ان هو فيرتس. ده اكتر يعني قسم انا متاكد ان احنا بنسبه كبيره كلنا هنتفق عليه، الا لو حد فيكم عنده وجهه نظر ثانيه يقولها لي تحت في الكومنتات. ولكن انا شايف ان هو فيرتس بصراحه، مش عشان فيرتس وحش، بس عشان انا توقعت منه افضل من كده بكتير. انا توقعت منه ثروهات اكتر من كده، توقعت الكره تبقى في رجله بشكل اكبر، توقعت ان هو يكون بيتحرك اكتر. يعني انا حاسس برضو فيها جانب كبير جدا ان انت مثلا من ساعه ما سوبوسلاي كان بيلعب رايت باك، الطريقه اللي ليفربول بيلعبوا بيها هو فكره ان انت يبقى عندك 3 ورا، كيركز، فان دايك وكوناتي فاتحين الملعب كده، هم ال3 ورا، قدامهم سوبوسلاي بيدخل في النص، بيبقى سوبوسلاي وجرافنبرش، ماكاليستر وفيرتس بيبقوا قدامهم، فبحيث انهم يبقوا عاملين رباعي كده في نص الملعب، صلاح ناحيه اليمين، جاكبو ناحيه الشمال، هم اللي فاتحين الوينجات، وعندك السترايكر بتاعك اللي هو اكتيكي. رغم ان المفروض ان الفرقه بتطلع من خلال سوبوسلاي وجرافنبرش بيتم استخدامه بشكل اكبر، وقدامهم المفروض اللي بيساعدوهم ان هم عشان يقدروا يطلعوا بالكوره اللي هم ماكاليستر وفيرتس، الاثنين بيلعبوا تقريبا في نفس المكان، واحد ناحيه اليمين وواحد ناحيه الشمال. لكن مش عارف ليه انا حسيت ان ماكاليستر كان بيتحرك بشكل اكبر، كان بيفضي مساحات بشكل اكبر. فيرتس واقف في مكانه بيتحرك، بيحاول يساعد فرقته ان هم يلاقوه ويدوا له الكوره، ولكن مش بشكل حيوي قوي. ممكن حد فيكم يسالني طب انت يعني كنت بتتفرج عليه في باير ليفركوزن؟ اقول لك لا مش كتير بصراحه، يعني برضه في الماتشات الكبيره بس، ولكن كنت بتفرج عليه لما اكتر فتره اتفرجت عليه فيها كان في اليورو اللي فات مع المانيا، اللي انا شايف ان هو عامل فيها بطوله عالميه. فبيزد اون اللي انا شفته، لا توقعت افضل من كده بكتير بكل تاكيد. والحاجه اللي انا شايفها ممكن تأزم الدنيا اكتر واكتر، هو ان انا حاسس ان الهجوم عليه كبير قوي بسبب سعره، فممكن تدخل جواه مشكله الثقه، وخصوصا ان هو صغير في السن ما عندوش الخبرات الكافيه، فدي ممكن تاثر عليه. وعلى الجانب الثاني، الحاجه الثانيه اللي ممكن تاثر عليه شويه ان هو بدنيا ضعيف جدا، مش قصدي كاستامينا، لا هو قادر يلعب 90 دقيقه وقادر يجري وكل حاجه، ولكن لا بدنيا كتف في كتف اي لعيب في البريمير ليج بيوقعه على الارض. اي حد، مش لازم يكون قوي قوي، يعني اي حد بيوقعه على الارض. فدي برضو مشكله صعبه، لان برضه هو مش هياخد فاولات بسهوله في البريمير ليج. اخر بقى قسم هو اكتر لاعب اندر ريتد، وانا ما كنتش عايز اتكلم على لعيبه بقى اقول لك خواو بيدرو اصل مش واخد حقه وبتاع، مش عايز اتكلم على فريق في التوب 6 او لعيب بيلعب في فرقه في التوب 6، عايز اتكلم اكتر على لعيب بجد انا شايف ان هو اندر ريتد بجد. انا عايزكم تركزوا معاه الفتره اللي جايه، وطبعا يعني دي اكتر حته بقى ممكن كل واحد يبقى عنده اسم مختلف، ولكن انا بالنسبه لي السنتر باك بتاع برايتون فان هيك. انا عايزكم يا جماعه الفتره اللي جايه لما تيجوا تتفرجوا على برايتون تركزوا معاه، سواء في التغطيات الدفاعيه، سواء في ان هو الكوره في رجله سلسه ويقدر ان هو يساعد الفرقه تبني من تحت. انا شايف ان هو لعيب ممتاز
ممتاز، يعني بيفكرني مثلا بهويسن كده السنه اللي فاتت مع بورنموث. انا اعتقد ان هو بس برايتون نتائجه تتحسن شويه، يعني بعد ما كسبوا السيتي ياخدوا شويه ثقه ونتائجهم تتحسن شويه على مدار الموسم ده، وتبدا الفرق تبص على الفرقه دي تاني زي ما كنا بنبص عليها من 3 سنين مع جراهام بوتر. اول ما الناس تبدا تركز معاهم تاني وتبص عليهم تاني ويبدا يدخل فيهم اجوان اقل شويه، هيبان قيمه فان هيك وهيبان قد ايه هو لعيب ممتاز. هو لعيب 25 سنه، فمش هقول لك ان هو صغير قوي في السن، ولكن برده مش كبير. ففي بعض الفرق هتبدا ان هي تبص عليه وتقول لك ايه، طب ما انا اروح واجيبه واشتريه ويبقى اضافه كبيره جدا عندي في الفرقه، بالذات الفرق الكبيره طبعا. فدول كانوا بعض الانطباعات اللي عندي في بدايه اول 3 جولات في البريمير ليج واحنا في الانترناشونال بريك اهو. لو انتوا عجبكم الحلقه او كملتوا لغايه هنا، قولوا لي تحت في الكومنتات ارائكم، مختلفين في ايه، متفقين في ايه، كل الكلام ده. وما تنسوش كالعاده اللايك والشير والسبسكرايب، الحاجات دي حقيقي بتساعد الحاجات دي حقيقي بتفرح وبتساعد الواحد ان هو يكمل. شكرا جدا لكم على المتابعه، كان معاكم عمر حسين، سلام.